أهلا بيكم في حلقة جديدة من حكاية في الرغيف مع سارة نبيل. الرغيف النهاردة بيقول لنا إيه؟ معظمنا بيمشي بعربيته على طريق صلاح سالم، ولما بيتسأل أنت فين بيرد بتلقائية في صلاح سالم بدون ما بيفكر حتى في الاسم. طبعا شارع صلاح سالم من أجمل وأطول وأروع وأنظف شوارع القاهرة، وفي أماكن حلوة كتيرة جدا، ابتداء من مطار القاهرة الدولي مرورا ببقية مصر الجديدة، ومنها قصر البارون وعمارات العبور واستاد القاهرة ومعرض الكتاب، بعد كده العباسية ناحية مستشفى المجانين، وبعدها الدراسة بما فيها مقابر الغفير وجامع الشرطة ومشيخة الأزهر ودار الإفتاء وحديقة الأزهر، وبعد كده القلعة والمقطم والسيدة عيشة والأباجية والسيدة نفيسة ومجرى العيون. مين بقى صلاح سالم اللي تسمى الشارع باسمه؟ هو واحد قصير القامة وقصير العمر. الاسم صلاح مصطفى سالم، كان عسكري وسياسي مصري، اتولد في سبتمبر 1920 في مدينة سنكات شرق السودان، لأن والده كان موظف هناك. قضى طفولته في السودان واتعلم في كتاتيب هناك، وهو الأخ الأصغر لجمال سالم. لما رجع القاهرة مع والده أخذ تعليمه الابتدائي، وبعدها حصل على البكالوريا وتخرج من الكلية الحربية سنة 1940، وبعدها اتخرج من كلية أركان الحرب سنة 1948. شارك مع قوات الفدائيين اللي كان بيقودها الشهيد أحمد عبد العزيز في حرب فلسطين سنة 1948. اتعرف على جمال عبد الناصر بعد كده أثناء حصاره في الفلوجة، وانضم للضباط الأحرار، وكان عضو في اللجنة التنفيذية للتنظيم ده. لما قام الضباط الأحرار بحركتهم في يوليو سنة 1952 كان صلاح ساعتها في العريش وسيطر على القوات اللي موجودة هناك. صلاح سالم كان معروف بشدته وحزمه في أي قضية تخص الثورة. تولى بعد كده وزارة الإرشاد القومي اللي هي الإعلام في الفترة من 18 يونيو 1953 لحد 7 أكتوبر 1958، وكان أول رئيس للهيئة العامة للاستعلامات، وتولى رئاستها من 1954 لحد 1955، وكان عضو في المجلس الأعلى لهيئة التحرير، وهو من الضباط الأحرار اللي قاموا بالثورة بتاعة يوليو، وكان عضو في مجلس قيادة الثورة. بعد كده غير الكارير واشتغل في الصحافة، وتولى الإشراف على صحيفتي الشعب والجمهورية، وتولى رئاسة مجلس إدارة دار التحرير للطباعة والنشر، وأصبح رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وكان أول مسؤول مصري يسافر لجنوب السودان سنة 1954 عشان يحقق المصالحة الوطنية بين الشماليين والجنوبيين قبل انسحاب بريطانيا من مصر والسودان. ومات صلاح سالم في 18 فبراير 1962 وكان عمره 41 عام بمرض السرطان، وكان أول من توفى من أعضاء مجلس قيادة الثورة. وشيع جثمانه في جنازة مهيبة تقدمها جمال عبد الناصر وجميع زملائه والوزراء. وتصادف افتتاح طريق الكورنيش والطريق الجديد اللي أخذ جزء كبير من المقطم وامتد في أرض صحراوية اللي أصبحت فيما بعد مدينة نصر. اتصادف اليوم ده مع وفاة صلاح سالم، فأطلق اسمه على هذا الطريق الطويل، وأصبح شارع صلاح سالم، وأصبح من أشهر الشوارع اللي موجودة في القاهرة. يا رب يكون الرغيف النهاردة عجبكم، وإلى اللقاء في رغيف آخر.